20% من شركة المتحدة للتبغ عشان تقدر تحصل على الرخصة دي. وما أدراك بقى الرخصة دي معناها إيه وأرباح السجاير في مصر بتكون عاملة إزاي. يعني شركة الشرقية للدخان أعلنت إن هي قدرت تحقق أرباح حوالي 7.6 مليار جنيه من شهر 6 2022 لحد شهر 6 2023، وده أزيد بنسبة 90% عن السنة المالية اللي فاتت 2021 2022 واللي حققوا فيها 4 مليار جنيه بس. وده طبعا حصل بسبب الزيادة الكبيرة جدا اللي حصلت في أسعار السجاير الفترة اللي فاتت. المهم يا سيدي إن القصة حاليا إن بقى في شركتين لتصنيع السجاير حاليا في مصر، المتحدة للتبغ اللي بتمتلك 30% من الشرقية للدخان، والشرقية للدخان اللي بتمتلك 24% من المتحدة للتبغ. والمفروض طبعا ان ده يمنع الاحتكار جزئيا في السوق ونبتدي نشوف انتعاش في سوق السجاير في مصر، ولكن ده في الاغلب هيكون كلام مش حقيقي، لان الشركة المتحدة للتبغ هتبتدي تستحوذ تدريجيا وواحدة واحدة على اكتر من 50% من شركة الشرقية للدخان، وبالتالي يبقى ليها حق الادارة المطلق باغلبية الاصوات في مجلس ادارة الشركة، وبالتالي يقدروا يغيروا اي حاجة في سياسات الشركة دي، وده اللي هنتكلم عنه كمان شوية. ده غير انه فعليا 30% اللي اشتروه من الشرقية للدخان دي بيمنحهم جزء